مساء الجمال ومساء الحلاوة ومساء الطعامة والأكل الجميل ده والفاصوليا الخضراء التحفة دي. هحكي لكم كده حكاية بسيطة عن موضوع الاعتذار والكلام ده كله، وأنا ليه أصلا بركز في الموضوع ده وبحاول أوضحه. أولا طبعا لازم الإنسان يبقى فاهم البني آدمين بيتعاملوا معاه ليه بالمنطق ده. في مرة عميلة من العملاء اللي كانت مبهورة بالحاجة بتاعت مطبخي فجأة فاجأتني مرة، يعني اللي هو بعد بكرة خلاص كده، عيد ميلاد بنتها وعازمة ناس كتير جدا جدا جدا، وهي كانت ناسية خالص هتظبط على كلامها، يعني هتظبط الأكل منين وهتعمل ايه والكلام ده كله. وإذ فجأة كده بتفاجئني في وقت معين إن هي عايزاني أنظم لها العيد ميلاد ده، وبتفاجئني قبل الميعاد تقريبا، يعني نقول ب36 ساعة، وعايزة أصناف معينة. يعني هي حتى مش عايزة تاخد من المتاح في الأسواق واللي متاح، لأ دي عايزة حاجات سبيشيال بمواصفات معينة بحاجات معينة. طب يا مدام يا هانم، حضرتك يعني عايزة تعملي كل ده وانتي مش مدية المكان الوقت الكافي لتجهيز كل طلباتك. طبعا عشان انقذ لها الموقف انا فهمتها ان انا ممكن اظبط لها جزء من طلباتها، هحاول على الاقل 3/4 الطلبات اللي هي عايزاها اظبطهم لها، والباقي هرشح لها اماكن مضمونة تجيب منهم الحاجة. الحل ده ما كانش مرضي بالنسبة لها. هي يا اما نعمل لها كل حاجة والدنيا بقى تولع، يعني مثلا لو في عميل غيرها حاجز نلغي له حجزه، نقول له مش هنعمل لك حاجة. لو في اي بلان للمكان ما نعملش، ما لناش دعوة بالبلان دي، اهم حاجة حاجتها هي تتعمل. ولو ما اتعملتش ما تبقاش عميلة معايا، لا شكرا. ده انا اللي بقولك انا مش عايزاكي تبقي عميلة معايا. العميلة اللي توتر لي الدنيا كده وما تحترمش باقي العملاء بتوع المكان وما تحترمش المكان نفسه، وبتحط في المكان في مواقف محرجة وبتفاجئني وبترتب امورها وهي مش متفقة معايا، شكرا، انا مش عايزاكي تبقي عميلة معايا. ده ذاتس واي ان انا بقول ان في ناس فعلا بتعمل تصرفات مش حلوة. خدوا بالكم، ادوا المكان الوقت المناسب والوقت الكافي اللي يلحق يجهز الحاجة فيه، غير كده لا.